استاذه ريهام سعيد، انا دماغي بتلف، انا مش فاهمه انت تقصدي ايه. بعد ما احمد العوضي رد على ريهام سعيد وقال ان هي اعلاميه كبيره وليها حلقات مهمه زي حلقه محمود حديده ومشكلتها مع كروان مشاكل، نزل البوست ده على اساس ان ريهام سعيد هي اللي قالت الكلام ده. قالت انت مصمم تجيب لنفسك الكلام، انا عملت اقوى حلقه مع محمود حديده يا متنمر. هي ان ازاي السوشيال ميديا بتتاجر بذوي الاحتياجات الخاصه، جزمتهم احسن منك. فعلا عملت اقوى حلقات في التاريخ لما رحت رفح، مليون حلقه اتفرج عليها العالم، وانت كنت بتدور على واحده تتجوزها وتعيش في بيتها، وانت ولا تقدر تصرف عليها ولا قدها، تشتري الناس بالمسابقات اللي انت بتعملها. هزقت نفسك بما فيه الكفايه. وقالت تفتكر كل الفشخره الكدابه دي ورصيدك مسلسلين يا راجل، ده انا مثلت اكتر منك. دخلت على صفحه ريهام سعيد ما لقيتش الكلام ده، الناس منزله البوست ده وبتقول ان ريهام سعيد حطت البوست ده وبعدين دلتته. ريهام سعيد بقى نزلت البوست ده، قالت ولا انا كتبت حاجه ولا حذفت حاجه ولا هو شاف بوستات، ده احنا حبايب. الحلول اللي اتصدم، كفايه فبركه بوستات، انا لما ارد على حد لازم اللي بيتكلم يكون ليه قيمه. يعني ايه حد يفهمني؟ انا مش فاهمه، دماغي لفت كده.